ماما يا ماما، بكرة أجازة ليه؟ بيقولوا عشان عيد تحرير سينا. يعني ايه تحرير دي؟ ومين سينا؟ هي واحدة صاحبتك؟ لا يا حبيبتي، سينا مش واحدة صاحبتي. سينا دي حتة أرض جميلة قوي قوي، غالية علينا كلنا، وهي جزء من بلدنا الحبيبة مصر. شفتي لما بنروح البحر في الصيف ونلاقي مية لونها أزرق صافي ورمال ذهبية وجبال شكلها عجيب وحلو؟ دي ممكن تكون سينا. الله، اللي فيها الجمل والدولفين؟ ممكن نلاقي فيها جمال طبعا، والدولفين بنشوفه في البحر الأحمر اللي سينا بتطل عليه. سينا دي زي قطعة من قلب مصر. عارفة يا أيسل، زمان قوي القطعة الحلوة دي كانت بعيدة عن حضن مصر شوية. ازاي يعني بعيدة؟ راحت فين؟ تهت؟ مش تاهت يا روحي، بس كانت زي لما تكون لعبتك المفضلة حد تاني واخدها منك غصب عنك، وانتي نفسك ترجع تاني. سينا كانت كده، كلنا في مصر كنا زعلانين انها بعيدة ونفسنا ترجع لحضننا تاني. يا حرام، طب رجعت ازاي؟ مين رجعها؟ سوبرمان؟ سوبرمان بالظبط، بس أبطال حقيقيين وشجعان قوي زي سوبرمان كده. جنودنا البواسل دافعوا عنها بكل قوتهم عشان يحموها، وبعدين القادة بتوعنا الشاطرين قعدوا يتكلموا كتير ويتفقوا اتفاق مهم قوي، زي الشاطرين اللي بيحلوا المشاكل بالكلام الحلو مش بالخناق. يعني اتكلموا ورجعوها؟ أيوة، بعد ما أبطالنا دافعوا عنها الأول جه وقت الكلام والاتفاق عشان ترجع بالسلام. قعدوا يقولوا سينا دي أرضنا ولازم ترجع لأهلها في مصر، وفضلوا يتفقوا ويتفقوا ويتفقوا لغاية ما خلاص اتفقوا إن سينا ترجع لمصر تاني، قطعة قطعة، لغاية ما رجعت كلها بالكامل. كلها خط الشط والجبل؟ كلها بشطها وجبلها ورمالها وناسها الطيبين. عارفة آخر حتة رجعت لنا كانت إمتى؟ كانت يوم 25 إبريل. عشان كده اليوم ده بقى عيد بنفرح فيه كل سنة، وبنسميه عيد تحرير سينا، يعني اليوم اللي سينا رجعت فيه حرة لحضن بلدها مصر. كده يوم 25 إبريل ده يوم النصر، وعشان كده خدنا فيه أجازة. أيوة يا حبيبتي، علشان كده بنحتفل بيه كل سنة وبنقول عليه عيد تحرير سينا. وده يوم بنفتكر فيه شجاعة أبطالنا، وبنفرح فيه إننا رجعنا أرضنا من غير حرب، بعدين بالكلام والعقل. اللي بيرجع حقه من غير خناق ده شاطر. ده أذكى الناس، لأن السلام كمان انتصار يا أيسل. زي ما الحرب فيها شجاعة، الكلام كمان فيه حكمة. الله، دي قصة حلوة قوي. يعني سينا رجعت بيتها؟ بالضبط يا حبيبتي، رجعت بيتها مصر، وكل المصريين في اليوم ده فرحوا فرحة كبيرة قوي، ورفعوا علم مصر عالي فوق أرض سينا وغنوا أغاني حلوة لمصر وسينا. وأنا كمان بحب سينا وبحب علم مصر. وأنا كمان بحبهم قوي يا قلب ماما. عشان كده لازم نفتكر دايما إن أرضنا غالية، وإن السلام حلو قوي، وإن أبطالنا شجعان علشان حافظوا عليها ورجعوها لينا. إيه رأيك بكرة نرسم علم مصر كبير ونرسم جنبه بحر سينا الأزرق الحلو؟ هي موافقة، ونلون الجبال كمان. طب يا ماما، لما أكبر أبقى أبطال زيهم وأحافظ على بلدي وأقول تحيا مصر بقلب صوتي؟ وأنا أول واحدة هسقفلك يا بطلة المستقبل. وجت فقرتنا يا أطفالي الحلوين، وسؤال النهاردة: لو كنت واحد من أبطال مصر في تحرير سينا، تحب تكون إيه؟ تكون جندي بيقاتل، ولا مفاوض بيتكلم، ولا حد بيرفع علم مصر؟ سيبوا إجاباتكم في التعليقات، ومستنيين نسمع منكم يا أبطال.